ابتدينا نقول: من يرى عيني يدخل ظلامي، ومن يناديني يسمع لعنتي. قلناها مرة واتنين وتلاتة. الهوا سكت فجأة، النور بتاع الشارع خف، والريحة بقت خانقة. وفجأة حسينا بالأرض بتتهز تحتينا، والتمثال اتحرك لوحده. النور اتقطع لحظة، ولما رجع لقينا نفسنا مش في القهوة، لقينا نفسنا واقفين في صحراء قدام معبد ضخم محفور في الجبل. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة اللعبة، تأليف محمد نصر. كلنا سمعنا عن حاجة اسمها لعنة الفراعنة، اللعنة اللي بيقولوا إنها بتسيب أي حد يقرب من مقابر الملوك أو يفتح تابوتهم. الفراعنة كانوا بيكتبوا تحذيرات غريبة على جدران المقابر، زي: الموت هيجي بجناح الريح لكل من يزعج راحة الملك. بس الغريب إن الحاجات دي مش مجرد أساطير. كل مرة حد حاول يفتح مقبرة فرعونية بيحصل بعدها مصايب غريبة. الناس بتموت، أمراض ملهاش تفسير، حوادث مش مفهومة. أنا مازن، إحنا 4 أصحاب: مازن، كريم، علاء، وضياء. دايما كنا بندور على المغامرات الغريبة، يعني لو سمعنا عن مكان مسكون نروح له، لو لقينا حاجة قديمة في سوق الخردة نروح نشتريها ونقعد نحللها ونخمن قصتها، لحد ما جت الليلة اللي غيرت حياتنا كلها. كنا قاعدين على القهوة، وعلاء دخل علينا ماسك علبة خشب صغيرة قديمة، علبة شكلها فرعوني، كلها رموز وعيون، مرسوم على الغطا وش الإله ست، إله الشر والظلام عند الفراعنة. الإله ست هو إله مصري، ويعتبر الأخ الشرير للإله أوزوريس اللي قتله وحاول الاستيلاء على عرشه. والأسطورة بتقول إن الإله ست قتل أخوه وقطع جثته، لكن مرات أوزوريس اللي هي إيزيس قدرت تجمع جسد زوجها مرة تانية. علاء قال وهو بيضحك: بصوا بقى يا ولاد، دي لعبة فرعونية اسمها عين الإله ست، بيقولوا إنها كانوا بيستخدموها في طقوس لإحياء أرواح الجنود اللي ماتوا في الحرب. ضياء ضحك وقال: يعني لعبة ولا تعويذة؟ علاء بصله وقال له: الاتنين يا صاحبي، بس اللي يلعبها لازم يكون شجاع، لأنهم بيقولوا إن الإله بيختار اللي يستحق قوته. أنا بصراحة كنت متردد، بس الفضول كان قاتلني. فتحنا العلبة، لقينا جواها حجر مربع عليه رموز غريبة، وتمثال صغير جدا معمول من حجر أسود بيلمع، شكله شكل إنسان بس براس حيوان، وفيها ورقة قديمة مكتوبة بالهيروغليفي محدش فينا فاهم معناها. كريم مسك التليفون وفتح النت وعمل سيرش، وقال إن الجملة دي معناها: من يرى عيني يدخل ظلامي، ومن يناديني يسمع لعنتي. ضحكنا كلنا وقلنا نبدأ اللعبة، وعلاء قال إننا لازم نحط التمثال فوق الحجر المربع ونقعد حواليه في دايرة ونقول الجملة المكتوبة 3 مرات. وفعلا ابتدينا نقول: من يرى عيني يدخل ظلامي، ومن يناديني يسمع لعنتي. قلناها مرة واتنين وتلاتة. الهوا سكت فجأة، النور بتاع الشارع خف، والريحة بقت خانقة. وفجأة حسينا بالأرض بتتهز تحتينا، والتمثال اتحرك لوحده. النور اتقطع لحظة، ولما رجع لقينا نفسنا مش في القهوة،
لقينا نفسنا واقفين في صحراء قدام معبد ضخم محفور في الجبل، عليه وش الإله ست. كل واحد فينا كان لابس لبس فرعوني، كأننا رجعنا آلاف السنين. أنا كنت مش مصدق، واقف مصدوم، وعندي إحساس أكيد إننا في مصيبة. وشميت ريحة بخور طالعة من المعبد، وظهر قدامنا كائن لابس لبس اسود وعينه كلها سودة، وقال بصوت مرعب: انتم اللي ناديتوه دلوقتي هتشوفوه. ضياء صرخ: احنا مش قصدنا، احنا بس كنا بنلعب. الكاهن ابتسم وقال: اللعب في عالم الإله ست يعني الدم، وكل واحد فيكم هيدفع التمن. لقينا نفسنا جوه المعبد، الحيطة كلها نقوش، ناس بتعذبه ووشوشهم كأنها بتتحرك. وفجأة سمعنا صوت خبط من جوه الحيطة، كأن في حد محبوس جوه الحجر نفسه. علاء قال بخوف: الصوت ده جاي من هنا. حط ايده على الحيطة وأجزاء منها بدأت تقع، فتحت فتحة صغيرة، وقع منها وش إنسان متحلل لكنه لسه عايش. الوش فتح عينه وقال بصوت مرعوب: اهربوا، اهربوا، الدم بيناديه. التمثال اللي معانا بدأ يسخن في ايد ضياء، ولما رماه التمثال اتكسر نصين، وخرج منه دخان اسود على شكل جسم طويل. كان الإله ست نفسه، جسم ضخم، راس حيوان، وعيونه حمرا مولعة. قال بصوت مرعب: واحد منكم يعيش والباقي ليا. جرينا كلنا من الخوف، جرينا في ممر المعبد. كان حوالينا عساكر فرعونية بيقوموا من المقابر، أفاعي ضخمة ماشية على الحيطان، أصوات صريخ خارجة من التوابيت، ونقوش بتتحرك وتبص علينا. كريم وقع فجأة واختفى، كأن الأرض اتفتحت وبلعته. ضياء جري وفضل يصرخ: ده حلم، ده حلم. بس جسمه بدأ يتحلل قدام عينينا كأن الزمن بياكله. فضلت أنا وعلاء وصلنا لقلب المعبد. هناك كان في تمثال ضخم للإله ست، وتحته نار بتغلي، والكاهن واقف مستنينا. قال لنا: اللعنة مش هتنتهي غير لما واحد منكم يضحي بنفسه علشان التاني يعيش. علاء بصلي وقال: انت السبب يا مازن، انت اللي قلت نلعب. وقبل ما الحق ارد رمى نفسه جوه النار، وكأن النار بلعته. وفجأة النار اتطفت والكاهن اختفى، والأصوات سكتت، وما حسيتش بأي حاجة حواليا، والدنيا كلها اسودت. وفجأة طلع نور قوي، فتحت عيني. الناس كانت حواليا بتبصلي بخوف، وقالوا إنهم لقوني مرمي على الأرض وماسك علبة في إيدي. بس الغريب إن العلبة كانت مقفولة، وعلى غطاها مكتوب بالعربي: اللعبة اكتملت، ست اختار. قمت وجريت بسرعة، رحت على بيت علاء وبيت ضياء وكريم. الكل اختفى، مش موجودين، وأهليهم بيقولوا إنهم ما شافوهمش من يومين. دخلت أوضتي، لقيت اللعبة على سريري مفتوحة وجواها التمثال، لكن المرة دي التمثال اتكلم وقال: الدور الجاي على مين؟